السمية ديالو محمد. النهار على يسالي ومحمد جاي من الغلم ديالو، وصل لواحد البلاصة اللي فيها واحد الجمع قديم، والسقف ديالو طاح مدة طويلة، ونبت قدامه واحد الكرمة ديال البلوط خضرا مشعشعة. دار والليل طاح عليه، قرر انه يدوز لي في ديك البلاصة. دخل الغلم ديالو من الباب اللي مهدوم، ودار العواد والخشب باش يسد الباب باش ما يخليش الغلم تهرب ليه بالليل. ولا تقدر تجي الدياب وتدخل تما وتقصي هذيك الغلم كاملة. حتى محمد سبق عليه واحد النهار واحد النعجة كانت هربت ليه، وكرفصاتو النهار كامل وهو كيقلب عليه، فما بغاش يطيح في نفس السيناريو. محمد كيبان لينا قوة العيا اللي فيه، جبد واحد المنطقة كانت عنده في الصاك، نشرها وتجبد مع الأرض باش يتصنت لعظامو، وجبد واحد الكتاب دارو تحت المنطقة وكوسادة من بعد ما سالا القراية ديالو. وقبل ما يديه الناس بقى كيفكر انه خصو يدبر شي كتوبة اللي واعرين يزيد يقرا، حيت هو يا غي رحال وما عندوش كيفاش يدوز الوقت، بحكم انه ما عنده لا تيليفون لا والو، فكيدوز الوقت ديالو غير بالقرايه، قرايه والغلم اللي سارح. هو ناعس واحد الساعه كضربو الفيقه بالليل، على عينو للسما وبانت ليه السما معمرها نجوم من ديك السقاف اللي مهرس. ويا سلام ديك الساعه قال في نفسه كنت باغي الناس ونطول في نعاسي، ولكن هاد الحلمه اللي كنحلم اكثر من 15 يوم وهي كطيح لي في بالي كتخليني نوض قبل الوقت. محمد كان بلي بواحد العصير ديال العنب، دارها جبد ديك القريعه ديالو اللي فيها العصير وشرب واحد شويه، وهز العصا ديالو وناض كيفيق الغلم ديالو. ملي ناض باش يفيق الغلم ديالو كيصيب اغلبيه ديال الغلم فايقه، ولاحظ بان الغلم ديالو كتفيق في الساعه اللي كيفيق فيها هو، يعني ما كيفيق هو ما كيفيقوا هما، الا شي حبات قلال اللي كيبقاو ناعسين، بحال لا تقول كاينه شي طاقه خارجيه كتربط بين الحياه ديالو والحياه ديال الغلم ديالو، عا كيفيق هو كتفيق معاه، ملي كيجي ناعس كتنعس معاه في نفس التوقيت. هاد الغلم هادي هي اللي كتسارى مع البلاد كامله، وعامين وهي معاه كيقلبوا على الماكله والماء والراحه، بقى كيشوف فيها وكيتامل، بقى كيشوف فيها وكيتامل، وقال في نفسه سانستي بيا بزاف حتى وليتي كتعرفيني فوقاش كنعس وفوقاش كنفيق. وقال يقدر يكون بلي انا اللي سانست بيها وليت كنعرف التوقيت ديال النعاس ديالها وفيق ديالها ماشي بعيد. وكانوا شي غليمات عنده كيطولوا في الناس حتى كينوض هو يفيقهم، كيفيقهم بالعصا ديالو وحده بوحده، وكل وحده كان مسميها بالسميه ديالها. كان مأكد بان الغلم ديالو كتفهمو فاش كيهضر معاه، ولهذا كان كيجبد الكتاب وكيبدا يقرا، كيعتقد بان الغلم ديالو راه كتصنت ليه. كان ملي كيكون كيقرا كتوبه اللي كيعجبو كيتقابل مع الغلم ديالو وكيبدا يقرا، كيعتبرهم بحال شي ناس مجموعين عليه، هو كيعاود لهم ولا كيقرا عليهم، وكيهضر معاه على الوحده اللي كيعيش هو، كيفاش انه مفيك وعايش بخير ومرتاح وكتعجبو الطبيعه. وحيت هو رحال وكيدوز من مدينه لمدينه كيبقى يعاود للغلم ديالو على داكشي اللي شاف في المدينه، وكيوصف ليه المدن وهداك الجمال اللي كاين في المدن، الاشياء اللي عجباتو من الاثار وبزاف د الحوايج. ودابا شي 3 ايام هو كيعاود الغلم ديالو نفس القصه ديال ديك البنيه اللي ايه في الجمال اللي شافها وعجباتو، فاش مشى يبيع الصوف ديال الغلم ديالو لواحد التاجر، وكانت ديك البنيه هي البنت الوحيده اللي عند ديك التاجر، وكانت كتسكن في واحد المدينه لاول مره غادي يزورها في حياته، وكانت مره واحده. وكان ديك البياع الشري عنده واحد الحانوت كبير ديال الصوف اولا كيبيع فيه الزرابي. وكيبان لنا محمد ما قدرش الخيل ديالو يتفارق مع ديك البنيه هادي، بغاها وعجبته لواحد الدرجه اللي كبيره. شكون هي هاد البنيه وشنو القصه ديالو كيفاش طرا وجرى، اجي نعرفو كاملين. قصه زوينه وفيها ما يتقال، مشوقه لواحد الدرجه اللي كبيره. محمد مشى لعند التاجر قال لي السلام عليكم، انا جيت باش نبيع لك شويه ديال الصوف ديال الغنم ديالي. وكان المحل عامر بالناس، فديك التاجر طلب منه انه يتسنى شويه حتى العشيه. قال لي محمد مرحبا، واخ خرج حالو من تما ومشى لواحد البلاصه اللي قريبه من المحل وجلس وجبد الكتاب ديالو وبدا كيقرا. حتى شويه كيسمع واحد الصوت حنين جا في ودنو، ما كانش كيسحب ليا الناس اللي كيراعوا الغلم حتى هما كيقراو الكتب. دارو شاف فيه وكتبان ليه دارو شاف فيه وكتبان ليه واحد البنت اللي غزاله بيضه وعينيها كبار وكحل، الشعر ديالها طويل وكحل، تبارك الله صلاه على النبي ايه في الجمال. جاوبها وقال ليها السلاح ديال الغلم ديالو كتعلمو بزاف د الحوايج اكثر ملي كتعلمو الكتوبه. وبقاو شادين الهضره لمده ديال شي ساعه د المكان. ملي سولها قالت ليه بلي انا بنت تاجر، وعاودت ليه على الحياه اللي كتعيشها في الباديه، وعاودت ليه كيفاش نفس النهار كيتعاود. وهنا محمد غادي يبدا يعاود ليه على الريف اللي مشى ليه وتسارى فيه وشافو، وعلى السلعه اللي كتباع في كل مدينه، وكيفاش كان فرحان حيت كل نهار كان كيشوف حوايج جداد وكيعيش نهار جديد، وكان دايما كيجمع غير مع الغلم ديالو. هنا ديك البنت غادي تسولو شكون اللي علمك تقرا، شاف فيها وجاوبها تعلمت في المدرسه بحال كاع الناس. بما انك انت كتعرف تقرا علاش دابا انت كتسرح غير غلم؟ شاف فيها وسكات، مبغاش يجاوب على هذا السؤال هذا حيت كان عارف ان ديك البنت ما غاديش تفهم الظروف ديالو. وبدا كيعاود ليها شي قصص وحده اخرين على السفر ديالو وشنو دوز حياته، وهذوك العوينات الكحل المزيونين الكبار تفاجئوا من الهضره ديالو، كانوا مدهشرين وكيشوفوا فيه وهو كيعاود وهي كتزيد تشوف فيه.
وكل ما كتشوف فيه كان كيتمنى أن الوقت ما يدوزش، يبقى مريّح معاها وشاد معاها الهضرة، ويبقى بوها اللي مول الحانوت مشغول مع الناس وكاع ما تساليه، وكيتمنى أن بوها مول الحانوت ديالها كاع ما يخوى، ويبقى عامر وتبقى ديك البنية حداه يجمّع معاها، وما كرهش يبقى شاد معاها الهضرة لواحد المدة اللي طويلة. وهنا محمد ولا كيحس بشي حاجة اللي عمرو حس بها حتى لهاد النهار هادا، بحكم أنه هو عاش بوحدو وعاش وحداني، ولا كيحس بأنه خصو يبقى في هاد المدينة هادي نيت، ولات كتبان ليه بلي الأيام اللي غادي يدوزها في هاد المدينة هادي مع هاد الإنسان هادي اللي عندها الشعر كحل ومولات العينين كبار كحل غادي تكون مختلفة، ما غاتكونش بحال كاع ما غاداش تكون بحال كاع الأيام اللي كان كيدوزها. هو فرحان وشاد معاه الست، وانت شوية غادي يجي عندو التاجر يقول له محمد عطيني شوية ديال الصوف، أولا عطيني الصوف اللي كنحتاج. محمد دز ليا الصوف اللي أنا محتاج به وهاكا الثمن ديالو، واللي أجي إن شاء الله العام الجاي. داكشي اللي دار محمد نفذ الطلب ديال التاجر وجمع حوايجو وزاد في حاله من بعد ما سلم على هذيك البنية. هادشي كامل اللي عاودت لك دابا هو أن محمد كان كتفكر داكشي اللي طرا معاه العام اللي فات، أما هاد العام هذا عاد غادي لديك المدينة يعلم الله شنو غادي يكون، تقدر تكون تزوجت، تقدر تكون هاجرت من ديك البلاصة، وكيتمنى أنه يتلاقى بديك البنت، وما بقالوش بزاف وغادي يوصل لديك المدينة هادي، وكان متحمس وخايف في نفس الوقت، كان كيقول ربما تكون نساتو، حيت علاش الناس اللي عندها الغلم كدوز بزاف من تمايا، وشاف الغلم ديالو وقال ماشي مشكل هاني تا انت انا راه كنعرف بزاف ديال الدريات وبزاف ديال البلايص، ولكن صراحة الله كان في الداخل ديالو كيحس بشي حاجة اللي كتار من داكشي، كتر من ان هاد الاحساس هذا اللي غير شهوة، لا ماشي شهوة، كانت شي حاجة اللي كتار من الشهوة، يعني السيد كان مزعوط فيها من الاخر، بمعنى ما كانتش شي حاجة اللي غير دايزة وصافي، غير شهوة ودايزة كيف العادة، لا شي حاجة اللي كانت ديال بصح نيت، احساس اللي كان قوي. ومع الضوء ديال الفجر فاق خونا وساق الغلم ديالو ومشى، هو غادي بدا كيشوف الغلم ديالو وكيقول شو دابا هاد الغلم هادي كاع محتاجة بزاف د الحوايج باش تبقى معايا، محتاجة غير تاكل وتشرب وجمع وطوي، كنوكلها ونشربها وكنستافد من الصوف ديالها اللي كنبيعو، شوف الحياة شحال ساهلة معاها وشحال كتثيق فيا هاد الغلم بزاف، يعني اذا بغيت نقتلها ونذبحها كاملة ما غاديش تقول لا، حيت ولات كتثيق فيا بزاف ومبقاتش كتثيق في الحدس ديالها، حيت انا الراعي اللي كنسوقها ولا السارح ديالها فغادي تثيق بيا فين ما ديتها، وخا نديها الهاوية غادي تثيق بيا. وبدا كيستغرب من الافكار اللي بدات كطيح له ببالو وبانت ليه بلي في شكل ومرونه، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقدر يكون من ديك البلاصه اللي نعس فيها شي حاجه اللي ماشي هو داك اللي خلاتني نبقى نفكر بهاد الطريقه هادي. ونهار الشيطان وزاد في حاله حيت كان كيفكر باغي يذبح الغنم كامله، وجبد ديك قرعه العصير وشربها، وشويه بدات كتبان ليه الشمس كتغيب وخصو يقلب شي بلاصه اخرى فين ينعس، وشاف ديك الكبوط ديالو اللي تقل عليه وقال هاد الكبوط هذا تقل عليا بزاف، شويه هو يتفكر بلي داك الكبوط هو اللي كالي عليه البرد بالليل، بما انا ما خصو يتشكى من ديك الكبوط هذا، هاديك الكبوط اللي كيقيا النهار كامل هازو، وديك الصاك اللي فيه الماكله وكذا هو اللي كيكالي عليه الجوع والبرد بالليل. شويه هو يتفكر هذيك البنيه وقال بلي مي غادي يمشي هاد المره هادي غادي يجاوب على السؤال اللي كانت سولاتو ديال فين تعلم القرايه، يقول لها بلي تعلمت قرايه في الجامع اللي كان دخلني ليه الاب ديالي وقريت فيه وتعلمت بزاف د الحوايج، وكيفاش بلي باه كان باغي يولي فقيه ولكن هو ما كانش باغي، كان كيعجبو يكون راعي وحر كيتسارى العالم. صافي مشى وريح وشعل العافيه وبدا كيطيب واحد البركه د الماكله، هو يتفكر الاب ديالو وتفكر واحد النهار اللي كان كيقول له باللي القريه ديالهم كان كيجيو ليها بزاف ديال الناس من مختلف البلايص باش يشوفوا هاد الجمال والطبيعه الخلابه اللي كانت كتخلي الناس غير مبهوطه وكتشوف، وكان كيقول لوالدو باللي كانوا هاد الناس هادو فاش كيجيو كيبقاو غير مشلوطين الجمال ديال الطبيعه ديالنا والجمال ديال البنات ديالنا وولادنا، وكانوا بإمكانو كيقولوا ما كرهناش نتزوجوا هنا ونعيشوا هنا. وهنا الدري ولدو غادي يجاوبوا اللي هو محمد باللي هادوك الناس البار كانوا لاباس عليهم وعندهم الفلوس، وانا بيدي بغيت نمشي نشوف هادوك البلايص اللي كانوا كيجيو من هادوك الناس، لهذا انا غادي نولي با كنسرح الغنم وكنفوج، ومنا كنعرف دوك البلايص اللي كيجيو من هاديك الناس ما تعرف زهري ليا. شاف فيه با وقال له اكد ولدي باغي تولي سارح ديال الغنم باش تسارى العالم؟ قال له با انا باغي نولي سارح ديال الغنم. قال له ولدي ولا كنتي مأكد غدا في الصباح توكل على الله. في الصباح فاق الوالد وفاق الدري، جبد الفلوس وعطاه واحد 500 درهم وعطاه الصاك فيه الماكله وعطاه عصاه وعطاه واحد القطعه ديال الغنم وقال له سير. ملي سول الدري باه علاش ما قلتي لي والو ما عكستي لي ما والو، قال له شوف اولدي انا بغيتك تمشي تسالى العالم وتشوف وما ديرش كيما درت انا بقيت مغبون في هاد البلاصه، سير تسالى العالم وشوف، وملي تشوف وتقتنع وتعرف بلي البلاصه اللي عايشين فيها هي مخيره وزوينه وتكون ساليتي العالم، ديك الساعه اجي استقر هنا وعيش الحياه ديالك اولدي. والدري هو كتفكر كلام ديال باه كان فرحان وناشط وما حسش براسو حتى دار الناس. كان هذا هو الجزء الأول ديال القصة، لايك وشير وفرقوا داك الكومنتير، والتحية لكبير وصغير، كان معكم خوكم محمد، نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله مع الجزء الثاني.